جماعة، هو اللي بيحصل في الساحل ده وخصوصا في مراسي؟ خير يا عبد الحميد بيه، ايه اللي بيحصل؟ طمني، انا قلقان. هو احنا لما اشترينا في مراسي كنا دافعين ملايين عشان الاقي ناس عادية كده عايشة معانا وبتدخل وبتتمشى في وسطنا عادي. هايل هايل يا عبد الحميد بيه، اخيرا اخيرا حد يتكلم على الموضوع ده. الناس بتاعت بورتو جولف وبتاعت مارينا ومراقيا ايه اللي وصلهم عندنا؟ مش عارف يا عبد الحميد بيه جم ازاي. يمكن ركبوا المونوريل ولا ايه، مش عارف. يعني عايز افهم، ابقى انا واقف في سعودي بشتري حاجات من الماركت، اللي واحد جنبي واقف بيشتري ب20 جنيه جبنة بيضة. معقولة يا عبد الحميد بيه؟ لا دي كده هزلت بقى. طب وانت ازاي ما عملتش كل 911؟ ازاي ما خدش ب 10 جنيه زيتون، خد ب 20 جنيه جبنه بيضه بس؟ وب30 جنيه جبنة رومي. مين الناس دي ودخلوا ازاي؟ لا لا لا، اكيد بتهزر يا عبد الحميد بيه. حصلت كمان ب 30 جنيه جبنه رومي؟ كان بطارخ ولا جديد عشان الموضوع ده يفرق معايا؟ يعني عايز افهم دخلوا ازاي. يا ريت نقف كده مع بعض كملاك ونشوف ايه اللي احنا وصلنا له ده. المشكله يا عبد الحميد يا اخويا ان الموضوع ده اثار من كذا سنه، محدش هيلحقنا للاسف. تبقى ماشي تلاقي جنبك عربية لينتر عادي ماشية مش فاهم. لا كفايه يا عبد الحميد بقى، المكالمه كلها اخبار سيئه. يخشوا علينا بالانترا، ده ناقص يجي علينا بالام جي كمان. يا ريت يا جماعة تلتزموا بالأماكن اللي انتوا عايشين فيها وتعرفوا إن احنا هنا ما ينفعش أي حد يبقى في وسطنا. برافو يا عبد الحميد، انا كنت اقترحت عليهم فكره زي دي على جروب الواتساب عندنا. احنا هنبني سور تاني بره، ونقعد كلنا جوه، نموت كلنا. حتى لو الاسعاف عايزه تيجي مش هندخلهم. أرجوكم، ويا ريت واقفة مع الأمن ومع الإدارة عشان نفهم اللي بيحصل ده بيحصل إزاي. مش ممكن يا عبد الحميد، مش ممكن. يعني انا ممنون ليك جدا يا عبد الحميد ان انت اتكلمت في النقطه دي بصراحه. والناس دي بتدخل مراسي إزاي يا جماعة؟ بقول لك بيشتري ب20 جنيه جبنة بيضة. في ايه يا عبد الحميد؟ في إيه؟ انت مركز مع الجبنه البيضاء قوي ليه؟ انت ناوي تنافس بجبنه مثلثات؟ قول لي لو هتفتح مصنع نتشارك. 30 جنيه جبنة رومي. إزاي؟ مين دول؟ يا دي الجبنه البيضاء والجبنه الرومي، انا مش انت شغال شيف جبن ولا ايه يا عبد الحميد؟ كويس ان انت اتكلمت في الموضوع ده. عن اذنك يا عبد الحميد عشان اروح اجيب رايح اجيب الطياره بتاعتي بتعمل لها صيانه. روق لي الدنيا على ما اجي. سلام يا عبد الحميد، اشوفك بالمايو. جماعة، هو اللي بيحصل في الساحل ده وخصوصا في مراسي؟ خير يا عبد الحميد بيه، ايه اللي بيحصل؟ طمني، انا قلقان. هو احنا لما اشترينا في مراسي كنا دافعين ملايين عشان الاقي ناس عادية كده عايشة معانا وبتدخل وبتتمشى في وسطنا عادي. هايل هايل يا عبد الحميد بيه.